السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهيوات ام حفصة. فيديو اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا فيه ببيضة واحدة وبرتقالة وكأسين ديال السميد كيجيو من اروع ما يكون، كيجيو كيذوبوا في الفم. مكوناتهم جد بسيطة وكيتحضروا في دقائق، والنتيجة كتكون اكثر من رائعة كيف كتلاحظوا. نخليكم على الطريقة ديالهم والمقادير، فرجة ممتعة. كيف دائما الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش وما تبخلوش ضغطوا لايك غير باش يوصل لعدد اكبر من الناس، ونخليكم مع الطريقه. فغادي نبداو بسم الله في ذكر المقادير مع طريقه التحضير. اول حاجه غادي نحتاج بيضه واحده بحراره المطبخ او حراره الغرفه، تكون الحجم ديالها كبير او لا متوسطه على الاقل، ما تكونش صغيره بزاف. ثم غادي ناخذ هنا حبه كبيره ديال البرتقال او الليمون، نغسلوها مزيان وغادي ناخد القشره ديالها نحكو فقط القشره الخارجيه، ما كنوصلوش لهداك الجزء الابيض هكا باش ما كيطلقش لينا المرار، غير هذيك القشره البرتقاليه فقط كنحكوها بالحكاكه الرقيقه. وغادي ناخد هاد البرتقاله اللي حكيت ليها القشره ديالها وغادي نعصرها. غادي ناخد العصير ديالها، شحال ما عطاني نصف كاس، كاس الا ربع، اللي عطاني هو هداك ماشي مشكل. المهم غادي نكملو بالماء. كيف كتلاحظوا هنا حصلت على اكثر من نصف كاس بقليل، وغادي نكمل نعمر الكاس ديال العنبه ديالي بالماء، اي غادي نحصلوا على كاس عامر خليط ما بين عصير البرتقال والماء. الماء ضروري في هذه الوصفه، راه كيعطي واحد الهشاشه رائعه جدا. ثم غادي نضيف هنا قبصه ديال الملح ضروريه باش كنعدلوا بها الذوق، وغادي نضيف هنا كاس الا ربع ديال السكر سنيده، السكر الحبيبات ما يعادل 100 غرام. وغادي نضيف نصف كاس عنبه ديال الزيت النباتيه، وغادي نخدم هاد المكونات مزيان. كيف كتلاحظوا حاولوا تخدموا المكونات مزيان ضروري باش يذوب السكر. ثم هنا غادي نضيف كيس واحد من سكر الفانيليا، الفاني مع البرتقال كيعطي واحد النكهه رائعه جدا. نعاود هكا نخدم المكونات مزيان حتى يذوب السكر تماما، ضروري السكر خاصو يذوب. ثم دابا غادي نبداو نضيفو في السميده الرقيقه او السميده اللي كنصايبو بها البسبوسه والحرشه وحتى البغرير. عندي 2 كيسان من كأس العنبه، منها ما يعادل 230 غرام. وغادي نضيف 2 أكياس من خميره الحلويات البيكنج باودر، كل كيس فيه 8 غرامات، المجموع 16 غرام. وغادي نخدم كل شيء هكا غير شويه. ثم هنا غادي نضيف نصف كاس عنبه ديال الدقيق، هو اخر حاجه غادي نضيفها. بالملعقه غادي يجيوكم 3 ملاعق كبيره ديال الدقيق. وغادي نخدم الخليط مزيان حتى نحصل على خليط متجانس في المكونات ديالو. كنحصل على هذا الخليط كيف كتلاحظوا شويه كيبقى خفيف ماشي ثقيل. دابا غادي نخلي الخليط ديالي على جنب يرتاح واحد 10 دقائق حتى هاد السميده كتشرب ليا السوائل مزيان وكتنفخ. عاد ندوزو هكا نعمروها في القوالب. كنخلي الخليط ديالي كيرتاح واحد 10 دقائق، وندوز هنا كناخذ القوالب اللي غادي نخبز فيهم وغادي ندهنهم بالزبده ونرشهم بالدقيق. انا غادي نستعمل قوالب صغيره او قوالب فرديه كيجيو احسن في الحقيقه، كيعطيو هكا كميه كثيره، اللي بغاو حيده راه كياخدها. ممكن كذلك الا بغيتو طيبوها بحجم عائلي ممكن طيبوها هكا في صينيه او قالب واحد. صافي هنا خديت القوالب ديالي كيف لاحظتوا دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق وتخلصت من هذاك الفائض ديال الدقيق اللي كيكون فيهم. ودابا كنبدا هكا نعمر فيهم بهذا الخليط راه كيتقال، ما كيبقاش كيف كان في الاول، كيتقال شويه لان السميده كتشرب لينا هذيك السوائل. ضروري تخليو السميده ديالكم كترتاح هكا واحد 10 دقائق، عاد طيبوها كتجي احسن، كتخمر مزيان وكتشرب هذوك السوائل، كتجي متفتحه ما كتجيش قاصحه.
ودابا غادي ندخلهم يطيبوا في فرن يكون سخون على 200 درجه، شاعل من تحت ومن الفوق. فاش غادي ندخلهم غادي نطفي الفوق وغادي نخلي لتحت فقط، وغادي نقص النار ل 180 درجه، نخليهم حتى كيبانوا ليا بداو كيتحمروا من تحت، عاد كنشعل عليهم كيتحمروا من الفوق صافي وكيكونوا جاهزين. هنا بعد ما طابوا خرجتهم من الفرن كيجيو على هذا الشكل هذا، خليتهم تحمروا مزيان من تحت ومن الفوق. كنحيدهم من القوالب. وبالنسبه للتزيين فانا غادي ناخذ فقط مربى ديال المشماش وغادي ندهن ليهم الوجه ديالهم، وغادي نرشهم بالقليل من الكوك كراميليزي من الفوق، وغادي نوضع قطعه صغيره او مثلث صغير ديال البرتقال. نتوما ممكن تزينوا على حسب الذوق وعلى حسب الرغبه. بالنسبه لهاد التزيين فواتاهم جاو رائعين جدا في المذاق وحتى في الشكل ديالهم. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو هاد البسبوسه او هاد الميني كيكات ديال السميده يكونوا مسقيين، ممكن تسقيوهم. صايبوا ليهم سيرو عباره على نصف كاس ديال العنبه ديال السكر، نصف كاس عنبه ديال الماء، وقطعه ديال البرتقال ولا الحامض، ودعوهم هكا فوق النار، خليهم حتى كيغليو مزيان وسقيو بهم البسبوسات ديالكم. انا كنفضلهم بهذا الشكل هذا غير مزينين فقط بلا ما نسقيهم، لان الا سقيتهم كيجيو هشاش بزاف وما كيعجبونيش هشاش بزاف، راهم اصلا هشاش. فكنتمنى تجربوهم وينالوا اعجابكم. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، جربوهم اكيد غادي يعجبوكم. الا عجبكم هذا الفيديو كيف دائما ما تنساوش وما تبخلوش ضغطوا لايك. الى اول مره كتزوروا القناه اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بكل ما هو جديد. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.